السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قاعدين سهرانين انا والولاد بقى كده مش بنتفرج على التلفزيون وعايزين ناكل سندوتشات من بره. قلت لهم لا، انا هعمل لكم احلى سندوتشات في البيت. بصيت في الفريزر لقيت كيس فرانكفورتر، رحت مطلعه وطلعت طماطميتين وفلفلتين وبصلتين وقطعتهم شرايح زي ما انتم شايفين كده، شرايح رفيعة. هقطعهم كلهم بنفس الطريقة وهحط كل حاجة فيهم في طبق على جنب. انا طبعا مش هستخدم الكمية دي كلها لان اصلا كمية الفرانكفورتر قليلة جدا، ده 350 جرام. بس انا مقطعهم عشان كنت محتاجاهم في حاجات تانية. هاخد الكمية اللي انا هستخدمها وهشيل الباقي على جنب. تمام، انا قطعت البصل وبقطع معاكم الفلفل اهو دلوقتي، وشويه هقطع الطماطم كمان، وحطيت بصل وفلفل وطماطم بس. لو في فلفل الوان كمان بيبقى طعمه حلو، بس لو ما فيش خلاص مش مشكله. هنجيب بقى الفرانكفورتر نقطعه شرايح، مش تخينه مش رفيعه، متوسطه كده. وهنحط الطاسه تسخن على النار عشان اول ما نحطه فيها ياخد صدمه على طول ونطلعه. السندوتشات على فكره ما خدش مني ربع ساعه في تحضيره، سهل جدا وبسيط قوي. وحاجه جميله، واكننا كان حاجه من بره بس احنا قاعدين في البيت. يعني عملت لهم احلى سندوتشات كلناها بالليل واحنا قاعدين مع كوبايه شاي بلبن بقى كده، كان طعمها حلو قوي. هنحط معلقتين زيت بالظبط، معلقتين بس مش هكتر عن كده. واول ما يسخنوا في الطاسه هنزل عليهم بالفرانكفورتر اللي انا مقطعاه مجهزاه على جنب. هديله تقلبتين تلاتة وهنطلعه على طول. هو بيستوي بسرعه جدا ومش بياخد وقت خالص في السوا. آه انا كنت جايباه من شركه اطياب معظم منتجاتها بتعجبني قوي. جربت منهم السوسيس والهوت دوج والفرانكفورتر حلوين جدا، والبرجر كمان بيعجبني برضو. بس انا اصلا مش بشتري الحاجات دي كتير، يعني انا نادرا لما بشتريها، انا معظم الحاجات دي بعملها في البيت. بس طبعا السوسيس والهوت دوج والفرانكفورتر مش عارفه اعملهم في البيت يعني. بس البرجر والحاجات دي كلها بعملها في البيت، نادرا لما بشتريها من بره. اديناهم تقليبه كده على النار زي ما انتم شايفين. هنشيلهم بقى على جنب، وفي نفس الطاسه هنزل بالبصل والفلفل. بمجرد بس ما يتشوحوا وريحتهم تطلع هروح حاطه عليهم الطماطم على طول. انا مش عايزاهم يستووا او يتبلوا، بالعكس انا عايزاهم يبقوا كده لسه فيهم قرمشه بسيطه خالص كده، بتدي طعم حلو قوي. هحط عليهم مكعب مرقه لحمه، ورشه فلفل اسود، ومعلقه صغيره من 7 بهارات، و توابل فراخ بقى، التوابل اللي عندكم اللي انتوا عايزين تحطوها حطوها يعني. ورشه ملح او نص معلقه ملح صغيره. هنقلبهم مع بعض كويس قوي، وهحطه تاني عليهم في الطاسه، وهديهم تقليبتين تلاتة. هو على فكرة اصلا ما بياخدش سوا، انه اصلا كان مستوي يعني. بس بنديه تقليبه مع الخضار عشان ياخد من طعم وريحة الخضار. وحطيت عليهم بالظبط معلقتين مية، معلقتين بالظبط مش اكتر من كده، علشان بس يبقى فيه جوسي كده بسيط، لان هو مش بينزل صوص ولا حاجة خالص. والخضار كمان انا ما سبتوش على النار كتير عشان ينزل منه صوص. فعشان يبقى بس جوسي بسيط كده حطيت عليه معلقتين بالظبط مية، وطفيت وقلبته تقليبتين وطفيت عليه النار. وهنحط في السندوتشات بقى زي ما انتم شايفين كده، نحط عليه كاتشب مستردة. زي ما تحبوا بقى، كله بألف هنا والشفا. ما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنت الحلو. بجد تعليقاتكم الجميلة بتعجبني جدا وبتفرحني قوي، شكرا ليكم.